أول أطروحة في لبنان في الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بعنوان حركات التحرر الكردية في الشرق الأوسط، هي للطالب الكردي أحمد كوترش من مدينة كوباني والمقيم في ألمانيا. قدم كوترش أطروحته في جامعة بيروت العربية في لبنان بعد مشقة سفره الطويل، حيث استمرت المناقشة 3 ساعات ناقش خلالها تطور حركات التحرر الكردية وتأثيرها الإقليمي والدولي. شهدت المناقشة حضور شخصيات سياسية وأكاديمية، مثل ممثل العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في لبنان السيد عبد السلام أحمد، ورئيس رابطة نوروز في لبنان الأستاذ جمال حسن، والسيدة حنان عثمان. وقد أثنت لجنة المناقشة على مستوى الأطروحة، واعتبرت أنها تميزت من حيث الجهد العلمي والبحث المتعمق. حركات التحرر الكردية في الشرق الأوسط 1914-1980. توصي اللجنة بمنح الطالب أحمد عبد القادر عثمان درجة دكتوراه قسم التاريخ تخصص التاريخ الحديث بتقدير ممتاز. هذا النجاح لا يقتصر على الدراسات الأولية، بل يمتد إلى الدراسات العليا، حيث أثار الطالب الكردي في لبنان إعجاب الهيئات الأكاديمية العربية بمستوى علمهم. بداية نهنئ الأستاذ أحمد عثمان بحصوله على درجة الدكتوراه في الأطروحة التي قدمها بعنوان الحركة التحررية الكردية، والتي رصد فيها المرحلة التاريخية من عام 1914 إلى 1980. وحقيقة هذه الدراسة مهمة بمن يريد أن يطلع على تاريخ الشعب الكردي في هذه المرحلة. هذه الأطروحة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعليم الكردي، وتبرز قدرة الطلاب الكرد على تقديم أبحاث أكاديمية متميزة تسهم في تسليط الضوء على القضايا الكردية في الشرق الأوسط.